السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اقول لكم النهاردة برضو الفطار اللي كنت وعدتكم بيه في الفيديو اللي فات، ان لما يتبقى الاكل تاني يوم هنشوف هنعمل جنبه ايه. انا كنت عاملة في الفيديو اللي قبل كده بسلة ورز تقريبا، بسلة ورز ولحمة، مش فاكرة كان جنبها ايه، وكان جنبها محشي مشكل. النهاردة بقى ده عصير كوكتيل، فراولة على مانجا. طبعا المانجا مفرزينها والفراولة مفرزينها، يعني دي حاجات جاهزة عندنا في الفريزر، بنطلعها قبل الفطار يدوب 10 دقايق. ممكن تعملوا مانجا لوحدها في يوم، الفراولة لوحدها في يوم، تغلوا اللبن ويكون سخن ونحط الفراولة على طول وهي طالعة من الفريزر، بتبقى جميلة. وطبعا معاه تمر هندي، حطوا معاه اي حاجه. انا بقول لكم بس افكار كل يوم عصير ايه، ممكن عصير طبيعي، ممكن صوبيا، ممكن اي حاجه. وطبعا زي ما قلت لكم كان باقي بسله، كان باقي بسله من اليوم اللي قبلها. طبعا بسله يعني رز، مش هينفع ان البسله تتاكل من غير رز. عملت جنبها رز جديد بشعريه، ان الرز بتاع امبارح كان خلص، فعملت رز جديد بشعريه. يبقى الرز بشعريه عملناه، وعملت البسله، وكان باقي خلطه من خلطه المحشي المشكل. ما عملتش بقى محشي تاني مشكل، عملت ورق عنب. وانا كنت عامله محشي يدوب على القد، مش عامله كميه كبيره عشان يخلص. عملت بقى حله ورق عنب كده زي ما انتم شايفينها، تحفه.